يا مساء الفل، تعالي لمّا أقول لِك لو عندِك قطايف بايتة وعايزة تعمليها وخايفة تفُك منِّك وأنتِ بتقليها علشان الأطراف مش مقفولة كويس، جِبت لِك طريقة سهلة جدًا تعملي بيها القطايف البايتة أكنِّك جايباها طازة. حُطّي لايك حلو للفيديو، كومنت حلو، أهم حاجة نصلّي على النبي صلى الله عليه وسلم. جِبت القطايف دي كانت بايتة عندي بقى لها يومين ما كنتش فاضية أعملها، حشيتها زبيب ومكسرات وجوز هند، وجِبت طبق يكون فيه مَيّة جنبي كده، بابِل صوابعي بالمَيّة وأقفل الأطراف بتاعة القطايف هتتقفّل معاكِ بسهولة جدًا ومستحيل تفُك منِّك وأنتِ بتقليها، شايفين ما فيش أسهل من كده. تعالوا بقى نقليها ونشوفها يا ترى هتفُك مننا والّا لأ، الطريقة دي سهلة جدًا يا جماعة. حطيت الزيت على النار ولازم الزيت يسخن كويس جدًا، وبعد كده نزلت بالقطايف أول ما تاخد لون أقلبها الناحية التانية، وبعد كده أصفّيها من الزيت كويس جدًا وأطلّعها على شربات تقيل، وده شكل القطايف شايفين حاجة كده عسل. حشية القطايف نوتيلا والتانية حشيناها مع بعض خطيرة، جرّبوها لو عندِك قطايف بايتة اوعي ترميها.